وفي الاخر يجوا يرموه في الزباله ويطلع بالليل يقول لي ان انا اصلا بعامل للضباط ضبط نفس. فين ضبط النفس اللي هو عامله؟ كل اللي بيضرب ده مين؟ الثوار بيضربوا في بعضهم، الثوار معاهم قنابل حيه، الثوار معاهم مساخير حيه. يبقى على كده لو المتظاهرين معاهم رصاص حي يبقى حسني مبارك بريء ويبقى العدل بريء وكل الدوله بريئه، والثوار دول هم الجناه عشان بيضربوا بعض. لكن اللي بيحصل ده حرام حرام حرام. طيب هل تنتمي حضرتك لاي تيار؟ لا، انا لا بنتمي لاي حزب. انا النهارده نازله علشان كنت يعني انا قدام ربنا وشهيد عليا ان انا لو لقيت اي ضابط بيضرب اي شاب انا كنت ممكن اقطعه، عشان الشباب دي حرام حرام. لا عندهم حاله اجتماعيه ولا عندهم حاله ماديه ولا عندهم اي حاجه، مرميين في الشوارع وكمان في الاخر بتموتوا. يلا ما هو كده ميت من قبل ما خلص بكالوريوس وهو ميت، ومن بعد دلوقتي هو ميت بعد الثوره. هم عايزين ايه منهم؟ عايزين ايه ولا احنا كتير بيخلصوا نصهم؟ ايه اكتر منظر اثر فيكي يا حاج؟ اكتر منظر اثر فيا الشاب امبارح اللي كانوا بيضربوه، وبرضك مش متاكد ان هو بيضربه، راح واخد العصايه الظابط الحيوان الواطي اللي اهله ربوه في الشوارع، راح ضربه على دماغه بالعصايه. يرضي مين ده؟ يشوفه حي ولا ميت؟ ليه الظابط اللي بيعمل كده بيبقى اصلا مش كويس، مش اصلا متربي في بيت ناس. بس ده اللي انا بقوله. ايه الرساله اللي توجهيها للمصريين يعني؟ يحاولوا يخلصوا كل اللي هم فيه ده. هي حاجه بسيطه، المشير يطلع يخلص كل اللي بيتعمل ده. لو هو فعلا حامي البلد، لو هم فعلا خير جنود الارض، يحمي الشباب دي عشان دول حرام حرام. شكرا ليك، شكرا. اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي سننتقل الى استوديو CBC وسنواصل تغطياتنا ايضا مباشره من هنا من ميدان التحرير.